في الفيديو ده هنتكلم عن الباشمهندس احمد عادل، واخر فيديو نزله على اليوتيوب واللي كان بيتكلم فيه عن حاجه مثيره جدا للجدل، وهي ان هل فعلا في مدينه كامله تحت الارض زي ما الاعلام المصري كان بيقول. واولا وقبل ما نبدا الفيديو ده لا يغنيك ابدا على انك ترجع وتشوف الفيديو اللي عمله اللي كان بيتكلم فيه بكل التفاصيل الدقيقه اللي تخص الموضوع، فهسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف، ما تنسوش تتفرجوا عليه وتقيموا الموضوع بنفسكم. لكن انا مهمتي هنا في الفيديو ده النهارده هو اني ابسط لكم الفيديو بتاعه وهنفكر فيه مع بعض. اولا الفيديو بتاع باشمهندس احمد عادل عمل ضجه كبيره جدا زي كل فيديوهاته، ومش معنى انه عمل ضجه كبيره انه يبقى ما يستاهلش، لا هو فعلا فيديوهاته بتخلي الواحد يفكر شويه بعيدا عن دماغ الاثريين اللي بتاخد الحاجه مسلم بيها. يعني مثلا قالوا على الاهرامات انها مقابر وخلاص، هذا ما وجدنا عليها اباؤنا واحنا هنتعامل على اساس كده واحنا هنفكر على اساس كده، وممنوع اي حد تاني يفكر بره الاطار ده. اللي يفكر بره الاطار ده هنقول عليه يا اما بيخرف يا اما مجنون يا اما عايز شويه مشاهدات. فعشان كده في الفيديو ده انا هاخد صف باشمهندس احمد عادل شويه وهحاول افكر زي ما هو بيفكر، وهشوف الراجل ده ليه فيديوهاته مثيره للجدل. اولا كل الموضوع ده بيبدا من عند عالم ايطالي اسمه بيوندي، واللي في مارس 2025 كان عامل مؤتمر صحفي يعلن فيه عن نتائج ابحاثه اللي عملها تحت هرم خوفو. والنتائج كانت كالاتي: العثور على 8 هياكل اسطوريه في صفين متوازيين جنب بعض، بيصل عمق الهيكل الواحد فيهم ل 648 متر تحت الارض، وتحت الهياكل دي في اجسام حجريه مربعه طول ضلع كل واحد فيهم 80 متر، والموضوع مكمل تحت الارض لحد عمق 2 كيلو. فتعالوا نشوف هو الراجل ده ازاي طلع بكل الادعاءات دي، وهل فعلا فيليبو بيوندي صح ولا عندنا راي تاني. فيليبو بيوندي حصل على دكتوراه في موضوع الرادارات وشغال فيه لاكتر من 30 سنه، واللي كان بيشتغل على نوع معين من الرادارات اسمه سار. التقنيه دي عاديه جدا وبتستخدم من زمان، وقايمه على انها بتبعت موجات للمكان المطلوب مسحه، فالموجات دي بتخبط في الارض وترتد تاني للجهاز، وعلى حسب سرعه ارتداد كل موجه بتتشكل صور كتير للمكان لكن بجوده قليله، وبعد تحليل الصور ودمجها مع بعض بيطلع لنا نموذج للمكان بكل تفاصيله. والموضوع ده بيستخدم في الحروب لمعرفه مكان الجيوش ومكان اطلاق الصواريخ مثلا، وحاجات بقى من نوعيه التغيرات البيئيه في فتره معينه من الزمن والحاجات اللي احنا عارفينها دي. وميزه موضوع الصار ده انه ممكن يشتغل الصبح او بالليل مش هتفرق معاه وفي اي ظروف جويه، لانه مش معتمد الا على موجات الراديو واللي ما بيفرقش معاها كل الكلام ده. وعيبه الوحيد انه ضعيف حبتين، وده لانه بيبقى على ارتفاع يصل لحد 650 كيلو فوق سطح الارض. طب ازاي الراجل ده عمل الابحاث بتاعته بالرادار الضعيف ده وبكده يبقى ادعاءاته كلها مش صحيحه؟ هقول لك لا، لان بيوندي طور تقنيه خاصه بيه اسمها ايكوجرافي توموجرافي دوبلر ايميجينج سار. وقبل ما تطلع من الفيديو خليني بس اشرح لك معناها واحده واحده. السار كلنا عارفينه وهي موجات الراديو، الايكوجرافي توموجرافي معناها الرسم بموجات فوق الصوتيه، وباختصار شديد جدا ومخل لان ده اللي انا فهمته من الموضوع بصراحه. هو بيستخدم تقنيه السار لكن بعد تطويرها الموضوع ده خلاه يقدر يخترق اعماق كبيره جدا من الارض، وده عن طريق الموجات الصوتيه اللي بتبقى طالعه من الارض. يعني اي صوت اتعمل حوالين الاهرامات، الصوت ده الموجات بتاعته بتنزل تحت الارض، لكن لما ترتد بترددات بتعبر عن كل حاجه موجوده تحت الارض، اذا كانت ارض صماء او تجاويف او اي حاجه زي كده. وفي تقنيه مشابهه للموضوع ده اسمها الجي بي ار، ودي اللي بنستخدمها احنا في الحفاير عموما. المهم بعد ما الترددات الصوتيه دي بتطلع من تحت الارض، التقنيه الجديده دي بتاخدها وتحللها وتطلع لك احلى اشكال موجوده تحت الارض. وخلونا كده مع بعض نشوف الموضوع ده على الحقيقه. تعالوا نشوف المشاريع السابقه للراجل البيوندي ده، وهل المشاريع اللي استخدم فيها التقنيه دي اتصدقت وتم الاعتراف بيها ولا لا. سنه 2016 العراق طلعت تقارير بتقول ان سد الموصل على وشك انه ينهار، فتعاقدت الحكومه مع شركات امريكيه والمانيه وايطاليه، والايطاليه دي كان فيهم مين بقى؟ صح، عمنا بيوندي. في 2020 كان المسؤول الاول عن المشروع، واستخدم ساعتها التقنيه بتاعته دي واللي كانت بتكشف اماكن الشروخ في السد، وكانت بتتعالج في ساعتها. في نوفمبر 2022 عمل دراسه على جسر في ايطاليا واكتشف فيه العيوب بنفس التقنيه. واهم مشاريعه كان في 2022 لما نشر دراسة عن بركان فيزوف في إيطاليا على عمق 3 كيلومتر، وهدفه كان كشف هياكله الداخلية وتحليل الاهتزازات اللي فيه والتنبؤ بثورته لو حصلت. ونجح فعلا في الموضوع ده ونشر الأبحاث بتاعته على موقعه الخاص لو حابب تشوفها وتتأكد بنفسك. احنا هنا بنتكلم عن أمن قومي لدول زي سد العراق وبركان حيوي في إيطاليا، واللي لو الراجل ده كان غلط كان زمانه ودى حياة ملايين الناس في داهية. فاللي حابب أقوله من مراجعة
بطبيعه كل مشاريعه السابقه ان التقنيه دي متجربه قبل كده، وهو نفسه واخد براءه اختراع فيها سنه 2020. وبما اننا اتكلمنا عن مشاريعه السابقه، خلونا نتكلم عن اكتر مشروع مثير للجدل هو عمله، او انا شايف كده بصراحه، وهو انه عمل مسح بالتقنيه بتاعته دي لمعمل فيزياء تحت الارض، واللي كان على عمق 1.5 كيلو في قلب الجبل. ونتائج الابحاث بتاعته طلعت كل ما يحتويه المعمل من غرف وممرات وكل حاجه تخصه، وكل ده وهو قاعد في بيته وما اتحركش من مكانه. كورادو مالانجا دكتور الكيمياء والمهتم بالحضاره المصريه اقنع بيوندي انه يعمل مسح لهضبه الجيزه ويكتشف كل اللي تحتها، وبالفعل وافق بيوندي وعمل 12 مسحه خلال كام شهر، واكتشف كل حاجه تحت الاهرامات. واللي في البدايه ما كانش مصدق نفسه، وقال ان نتيجه الابحاث بتاعته كان مفكرها غلط، وان كل اللي تحت الاهرامات ده مجرد نويز او تشويش. لكن بعد ما عاد التجربه اكتر من مره طلعت له نفس النتيجه، وهي اعمده اسطوانيه بتصل لاعماق كبيره بتنتهي بقواعد حجريه كبيره، والكلام ده تحت كل الاهرامات. لما نشر ورقته البحثيه دي، الدكتور زاهي حواس طلع على طول وكدبه، وقال ان مفيش مدينه تحت الارض ولا حاجه. وبيوندي اصلا لو جينا نشوف المؤتمر الصحفي بتاعه، هو ما اتكلمش عن مدينه، انما اللي جاب سيره مدينه اثريه تحت الارض هم الاعلام والصحف المصريه، اللي عشان تعمل اثاره جدل وتحط البهارات بتاعتها على الموضوع قررت تقول ان في مدينه كامله تحت الاهرامات. ودكتور زاهي ما كلفش نفسه حتى وبص على الورقه البحثيه الاصليه، انما خد كلامه من اول خبر شافه على جوجل. وده بيبين لك قد ايه الراجل ده فكره قديم ومش علمي. وردا على وزاره السياحه والاثار اللي طلعت وكدبت الخبر وقالت ان ما فيش اي بعثات جت مصر عشان تعمل مسح لمنطقه الاهرامات، ده فعلا كلام صحيح. لان يا جدعان هي التقنيه بتاعته دي ممكن تتعمل والجهاز بتاعه في قاره تانية، مش محتاج يجي مصر وياخد اذن وكل الكلام ده. والنهايه ان كلام بيوندي فعلا صح، وان في مجموعه مباني هندسيه تحت كل اهرامات هضبه الجيزه. ودي اكتر حاجه بتثبت كلام باشمهندس احمد عدلي، اللي عمل مجموعه حلقات مليونيه بتتكلم على ان اللي بندرسه عن الاهرامات كله غلط، وانها فعلا مش مقابر ملوك، انما هي حاجه ليها علاقه بالطاقه وحاجات زي كده. ولو حابين اتعمق اكتر في فيديوهات الراجل العظيم ده بشرح لكم فيديوهاته، ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. كان معاكم محمد سعيد، سلام.